هو تحدي من أهم تحديات الحياة دلوقتي، من غيره هتلاقي صعوبة إنك تلاقي شغلانة محترمة أو تتعلم في جامعة عالمية أو حتى إنك تسافر سواء للهجرة أو للسفر ذات نفسه. أي شاب دلوقتي لسه في بداية حياته محتاج زي أي بني آدم إن هو يعيش حياة كريمة، ياكل كويس ويشرب كويس ويتعلم كويس ويسكن كويس ويتجوز. وكل الحاجات ديت مش هتيجي إلا بشغلانة محترمة أو مشروع بعائد محترم يوفر ولو حتى الحد الأدنى للعيشة الكريمة ديت، العيشة المحترمة ديت. وشرط أساسي للشغلانة ديت حاجة واحدة بس، الإنجليزي. فرصة العمر لما بتيجي سواء شغل أو دراسة أو منحة أو أيا كان الكل بيجري عليها ما كانش بيموت عليها. وفي نفس الوقت ممكن تلاقي وهتلاقي اتنين مقدمين على نفس الشغلانة، واحد بيتكلم انجليش كويس والتاني مجمع كلمتين بتضلين، والاتنين كاتبين في السي في فلون انجلش. فالمؤسسات والجامعات والشركات العالمية ريحت دماغها من انها تختبر كل شخص بيقدم بنفسها، ووفرت الوقت والمجهود والفلوس لناس متخصصة واهل للغة على مستوى العالم كله. جامعة زي جامعة كامبريدج واي دي بي والبريتش كونسل اجتمعوا مع بعض وعملوا اختبار من اهم واشهر اختبارات اللغة الانجليزية في العالم كله، وده لاي حد عايز سفر، منحة، شغل في شركة انترناشونال، سفر لدولة اجنبية، فيزا، ايا كان. الاختبار ده معمول ليه، وكل سنة بيغيروا فيه علشان ما حدش زي التعليم الجميل بتاعنا يحفظ الأسئلة والأجوبة ويخش يرصها وفي الآخر ياخد الدرجة النهائية وهو أساسا مش فاهم حاجة. ولكن بيغيروا في الأسئلة علشان النتيجة دي تعبر فعلا عن مستوى الشخص اللي بيقدم ده، وسموه في الآخر النظام العالمي لاختبار اللغة الإنجليزية International English Language Testing System IELTS. IELTS تصحيح للمعلومة، IELTS ده اختبار مش كورس. انت ممكن تاخد كورس علشان تعلي درجتك في الايلتس، بس هو ذات نفسه اختبار مش كورس. في منه نوعين، جنرال واكاديميك. الجنرال ده للدراسة واي حاجة في الحياة بوجه عام، اما الاكاديميك ده الدراسة والمنح والجامعات بشكل عام. ما فيش حاجة صعبة ولا سهلة، الفرق ما بينهم بسيط جدا. هما الاتنين بيختبروا مهارات اللغة الأربعة، الريدنج والرايتنج والسبيكنج والlistening. بس في الريدنج والسبيكنج بيبقى الفرق ما بينهم إن المواضيع ذات نفسها في الأكاديميك بتبقى أكاديمية، فممكن تلاقي مقال علمي مثلا في الريدنج، وفي الرايتنج هيقولك حاجة مثلا في العلم أو في الأدب أيا كان. أما بالنسبة للlistening والسبيكنج زي ما هما نفس الامتحان، في اختبار زيه بالظبط اسمه TOEFL Test of English as a Foreign Language. بالنسبة لنا احنا كمصريين أو عرب، الاتنين اختبار انجليزي على مستوى العالم كله، ملوش علاقة انا بحب او بتكلم اكسنت ايه. انت مطلوب منك كمصري او عربي انك تتكلم لغة انجليزية واضحة ومفهومة، وتفهم كل اللهجات ايا كانت هي ايه، امريكي بقى، استرالي، بريطاني، ايا كان، مش هنتنك من اولها. هما بيدوروا على مصلحتهم وانت بتدور على مصلحتك. وبالنسبة للناس اللي بتحب تحط العقدة في المنشار بسبب الاكسنت، يعني سؤال، لو انا مثلا بحب الامريكان اكسنت وبتكلم امريكان اكسنت وفرصة العمر جات لي في بريطانيا مع ناس انجليز ببريتش اكسنت، هقول لا؟ هرفض؟ هقول انا بحب الامريكان اكسنت واي حد تاني بيتكلم لغة او اكسنت تانية يعني هخصمه؟ لو عايز تكسب تحدي الانجليزي اللي بقى عقبة في كل المجالات ده وترتاح من وجع الدماغ والكلام الكتير، خطوة زي الايلتس او التويفل هتغير لك حياتك وتريح دماغك ال10 20 سنة اللي جايين، وان شاء الله يكونوا سبب في انهم يفتحوا ابواب كانت مقفولة قبل كده. الخطوة ديت اللي هتفرق فعلا في فرصة العمر ما بين حد بيتكلم انجليش كويس وحد بيتكلم انجليش بالضالين. طيب ده بالنسبة لنا احنا. بالنسبة للمؤسسات والشركات والجامعات العالمية، في فرق بسيط. الايلتس ده نظام امريكي، فطبيعي ان هو هيكون مطلوب اكتر في المؤسسات العالمية الامريكية. اما بالنسبة للايلتس ده نظام في بريطانيا يعني اوروبي، فهو طبيعي ان انت هتلاقيه مطلوب اكتر في اوروبا. اما مثلا الدولة اللي هي في النص اللي هي زي استراليا مثلا، لا هي امريكية ولا هي اوروبية، فمش هيفرق معاها انت هتقدم بايلتس او تويفل. اهم حاجة يعني اثبات ان انت بتتكلم انجليش كويس. التويفل من 120، الايلتس من 9. وفي الليسننج هتسمع في الايلتس بريتش اكسنت، في التويفل هتسمع امريكان اكسنت. اخر حاجه سواء تويفل او ايلتس مدة صلاحيتهم هي سنتين، وبتحتاج ان انت تاخد الاختبار تاني، وساعتها بيكون يعني حاجات كتير اتغيرت وان شاء الله ابواب كتير اتفتحت، وممكن ما تحتاجش اصلا ان انت تاخد الايلتس او التويفل تاني، لان انت بقيت في مستوى ان شاء الله باذن الله يعني الانجليش ده بقى شيء مفروغ منه. احنا النهارده في 2021، دلوقتي عامل من 3000 ل 4000 سواء ايلتس او تويفل. ونصيحة مني شخصية، قبل ما تروح حاول على قد ما تقدر تعمل حاجتين: تحسن نفسك على قد ما تقدر في اللغة، وتحل امتحانات كتير اللي بتاعت السنين اللي فاتت علشان تاخد أكبر درجة ممكنة. أشوفكم الأسبوع الجاي.